فالنسيا من جديد، فالنسيا ضربة جزاء للفريق الاكوادوري. عرقلة من سعد الشيب ودانييل اورساتو يوجه بطاقة صفراء للحارس سعد الشيب ويمكن الآن ضربة جزاء للمنتخب الاكوادوري. يتقدم فالنسيا والهدف الاول في المونديال. نفس اللقطة من فالنسيا لمرات وكتب له ان يكون صاحب هدف الافتتاح في كاس العالم في قطر. نعم، الغي له هدف بسبب التسلل. كرة طويلة، ضربة راس والهدف الثاني من فالنسيا. ما اخترق يا فالنسيا، لعيب هو شعار البطولة. كنت أتمنى أن أقول على عفيف أو المعز علي، ولكن اللعيب هو فالنسيا. يا ابن اللعيب يا فالنسيا، بالراس يتأخر الراوي والدفاع في الضغط ويضرب بالراس الخطير فالنسيا المخضرم ويسجل ثاني الأهداف. اليوم العنابي القطري تاسع العصر في تاريخ تونس الجزائر مباراتنا رقم 77. أتكلم لكرة الضاد، 10 انتصارات والديانات والثقافات والحالات. كرة خطيرة، ملعوبة أولى وخطيرة والهدف الأول 1-0 لفالنسيا. فالنسيا يفتح سجل التهديف هنا في قطر 2022 في مرمى العنابي من أول كرة. 1-0 وسط فرحة الإكوادور، وسط فرحة الأنصار. حاليا مع البداية يسجل ريكورد، رقم قياسي في تاريخ كأس العالم يا سادة. هذا أسرع هدف في مباراة